السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الفلوج أو هذا الفيديو القصير راح يكون لطريقة إقلاع السيارة بالنسبة للجير العادي للطلاب المبتدئين. راح نتعلم. طبعا احنا بعد ما شغلنا سيارتنا الغيار هيك راح يكون فاضي، فريم اليد عندي مرفوع. راح أول شيء أنا يا شباب مثل ما شايفين أنا عندي هذا الفريم وهون الدبرياج، الفريم والدبرياج. أنا راح أدعس دبرياجي للأخير طبعا وانا كابس الفريم تبعي. فهون راح احط الغيار الاول. حطينا الغيار الاول، راح ننزل فريم اليد. بعد ما نزلنا فريم اليد انا لساتني داس على الفريم اللي تحت مع الدبرياج ومركب غياري الاول. كيف راح ننطلق؟ راح نمشي يا شباب، انتبهوا لي انتوا على الداسه. انا هلا داس على الدبرياج، راح اترك فريمي، بشيل دبرياجي بهالشكل هذا. لما بكون انا على الغيار الاول بشيل دبرياجي شوي شوي. انتبهوا لي لحركة الدبرياج، على نص الدبرياج تقريبا سيارتنا بلشت تمشي. الى الان انا على نص الدبرياج. بعد ما اقلعت سيارتي، نصور الطريق من قدام، بعد ما اقلعت هيك سيارتي هون بترك انا الدبرياج وبدعس البنزين، وهون تكون اقلعت سيارتي بشكل صحيح ومن دون ما بتطفي.